السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا اميمة ودي قناتي اسرار الاكل وتكاته. لو اول مرة بتشوفوني اشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو لايك للفيديو. هنعمل مع بعض او وصفتنا النهاردة وصفة كيك الرواني او كيك البسبوسة. وصفة جميلة جدا وكيكة خفيفة أوي وسهلة جدا جدا، وممكن اي حد في البيت يقدر يعملها لان مكوناتها مش كتير ومش متعقدة خالص وسهلة جدا، وان شاء الله مكوناتها متوفرة معانا في كل بيت. والكيكة دي يا جماعة طعمها جميل جدًا، جدًا، جدًا ورائعة فعلًا، فعلًا وخفيفة، خليط كده ما بين البسبوسة والكيكة. يالّا مع بعض نشوف المقادير بتاعتها والمكونات معانا إيه. أول حاجة كده هنبدأ بيها الشربات بتاعها أو السيرب، والسيرب ده عبارة عن كوبايتين مَيّة، هنحط عليهم كوبايتين 2 سكر ونحطهم على النار لحد ما السكر يدوب معانا ويغلي. هنبدأ ننزل بالنُص ليمونة وتغلي لمدة 5 دقايق بعد ما نحط الليمون، ونحط باكيت فانيليا ونطفي النار عليها. ونسيبها إيه معانا تبقى دافية كده. بعد كده هنخش على مقادير الكيكة أو كيكة الرواني، وهي عبارة عن 3 بيضات كده بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة كبيرة فانيليا سايلة أو 2 باكت فانيليا باودر، عليها معلقة صغيرة بشر برتقان أو بشر ليمون، والمرحلة دي يا جماعة اختياري، لو حابين نحط ما نحطش مش مشكلة. عليها كوباية سكر، يعني كده 3 بيضات، معلقة فانيليا، كوباية سكر، معلقة بشر برتقان أو بشر ليمون. هنخلط كده المكونات لحد ما تبقى بالشكل ده أو السكر يدوب معانا. بعد كده هننزل عليها بكوباية لبن زبادي وهنخلط كده. بعد كده هننزل عليها بكوباية زيت وهنخلط. وطبعا يا جماعة نفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها الزبادي معايرين بيها السكر معايرين بيها كل المكونات معانا، كل المكونات تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هننزل بمعلقتين 2 كبار جوز هند، لو مش حابين جوز الهند مش مشكلة خالص، مفيش مشاكل، ولكن هو بيدي ليها ريحة حلوة أوي وطعم جميل أوي. لو مش حابينه مفيش مشاكل. بعد كده هننزل عليهم بكوباية دقيق أبيض اللي هو الفاخر جميع الاستخدامات أو دقيق الكيك. هننزل عليه بعد كده بمعلقتين 2 صغيرين بيكنج باودر أو كيك شيف، وبربع معلقة صغيرة ملح. وهنخلط المكونات دي كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده الشكل وشكل الخليط. انا كده خلطت كل المكونات، بقى عندنا مكون واحد وهو ايه؟ دقيق البسبوسة. ودقيق البسبوسة هنا يا جماعة معانا او دقيق السيمولينا، هنجيبه النوع اللي هو الناعم. زي ما انتم شايفين كده الحبيبات بتاعته ناعمة خالص. لو طلع معانا خشن او اشتريناه وطلع خشن ممكن نطحنه في مطحنة الكبة او مطحنة الخلاط، هيبقى معانا بالشكل الناعم اللي انتم شايفينه ده. انا كنت جايباه وطلع خشن معايا فطحنته بالمطحنة بتاعة الخلاط بقى ناعم بالشكل ده. يعني مفيش مشاكل خالص، لو بقى حتى اشتريناه خشن هننعمه عندنا في البيت. بعد كده هنخلط خليط بسيط خالص لحد ما الدقيق البسبوسة يتغلغل معانا في قلب المواد السائلة التانية. يعني ما نخلطش دقيق البسبوسة خالص كتير، يعني احنا نقلب كده بالراحة خالص بالاسباتولا. وبعد كده هنجيب صينية مدهونة زبدة، والصينية دي يا جماعة مقاسها 28 من 28 ل30 يعني. هننزل فيها الخليط كده ونخبط خبطتين عشان كله يبقى بسوى واحد او متساوي، الصينية تبقى متساوية يعني. في المرحلة دي يا جماعة انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما اشغل الفيديو او قبل ما ابدأ معاكم الفيديو. قعدت معايا في الفرن لمدة 35 ل 40 دقيقة. بعد كده هتبقى الكيكة سخنة، طلعينها من الفرن سخنة خالص، يعني لسه سخنة خالص او ساخنة خالص. والشربات معانا هنا دافي، يعني الشربات دافي والكيكة سخنة. لازم يا جماعة يبقى الشربات دافي معانا ما يبقاش بارد قوي. بعد كده طلعتها كده وسقيتها بالشربات اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. طبعا كل ما بديها شربات بتشرب معنى كده ان هي نجحت 100%. طالما يا جماعة الكيكة معانا شربت الشربات وكانت عايزة تاني يبقى كده ناجحة معانا 100%. انا كده حطيت على وشها جوز هند، لو حابين ما تحطوش جوز هند براحتكم. قطعنا بقى قطعة كده صغيرة كده وشوفنا الشكل من جوه ومن تحت. روعة جدا جدا جدا، طريقة سهلة جدا وبسيطة. طعمها فعلا يا جماعة رائع، حاجة كده مزيج بين الكيكة والبسبوسة زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده الشكل كانت روعة قوي قوي. والسوا بتاعها مظبوط. اتمنى فعلا تجربوا الفيديو ويعجبكم. لو عجبتكم الطريقة لايك للفيديو، لو عجبتكم القناة ومحتواها الاشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. القاكم على خير في فيديو جديد. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.